بقرا بوست من شوية لواحدة ست. كانت رايحة تبيع العربية بتاعتها، فكان متبقي 5000 جنيه من المبلغ اللي المفروض هي هتاخده من الشاري، يعني اللي اشترى العربية. فراحوا يسجلوا العربية وخرجوا من الشهر العقاري، فالمفروض هو يديها ال5000 جنيه بعد ما سجلوا العربية. فهو قال لها يعني مش مديكي حاجة، ده حلو كده، كفاية على العربية كده. هي بتقول طبعا حسيت بغصة وألم، ان الراجل يعني ضحك عليا واستقرضني، وان هي مش قادره تعمل حاجه. هي واحده ست وكان معاها ابنها. فقالت فقلت ابعت له يعني تتصل عليه تقول له انت ليه عملت فيا كده يعني. فجت تتصل عليه لقيته عامل لها بلوك. فقامت اخدت تليفون ابنها وعملت منه فويس نوتس، وقالت له يعني انت ليه عملت فيا كده، انت ظلمتني وانا مش مسامحاك، يا رب تصرفهم على مرضك وعلى اولادك وحسبي الله ونعم الوكيل فيك. بتقوله خلاص والقصة انتهت وانا نسيت. ومر كام سنة. فبتقول بعد كام سنة بتفتح التليجرام بتاعها، يعني كانت مسحاه تقريبا وبتحمله او حاجة زي كده، او تليفون جديد، انا مش متذكرة اوي القصة. فبتشوف لقت مسج من بنته بتقول لها ان هي انا بنت الراجل اللي انت اشترى منك العربية، واحنا عملنا حادثة بالعربية كبيرة والعربية بقت خردة، وانا اتجبست كلي وبعمل عمليات يعني وكده. فتقريبا يعني كانت طالبه منها تسامحها او حاجه زي كده يعني. بس هي ما ذكرتش ده في البوست. فهي بتقول انا ما ردتش عليها، فكتبت البوست ده تحكي فيه للناس وتقول يعني مغزى القصه دي ان ربنا سبحانه وتعالى ارفع مظلمتك لربنا سبحانه وتعالى. ما تستناش ان انت يعني هتاخد حقك بكره. انت واحد ظلمك النهارده، مش هتستنى حقك بكره. انت هتنسى، وممكن اللي ظلم الناس ينسى، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا ينسى، يمهل ولا يهمل، مدبر الامر. هو يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى بيدبر سيناريو بياخد وقت طويل، علشان سبحان الله ترتيبات ربنا بقى ليه حكمه. يدبر لك سيناريو طويل ممكن يقعد 10 سنين، وانت هتقعد تقول يا ربي ما خدش حقي من الظالم ليه، ده ظلمني وكل يوم في تألق، يعني ظلمني والراجل ده بالعكس ده بيزيد تألقه. قوم ربنا سبحانه وتعالى يعني ياخده بخته كده، يسيبه قاعد مستقنيس، يعني مروق، وفاكر ان هو بقى ظلم الناس وان هو ربنا مش هيحاسبه. لا، يوم ربنا سبحانه وتعالى بعد ما يرتفع كده يروح واخده بخته، ها، بعد ما يحس انه انتصر على المظلوم وظلمه، اخد فلوسه واخد ملكه وقاعد بقى مروق، لا ربنا سبحانه وتعالى يقوم واخده بخته كده ومديله على دماغه. انا شفت يعني موقف، مش هقول لكم بقى بعد 5 سنين ولا 7 سنين، بعد 27 سنه. 27 سنه كان يعني في راجل ظلم اخته واولادها، تمام، وطلقها من جوزها وبعد ولادها عنها، قصة كبيرة. 27 سنة يا جماعة. لما ولاده هم بقى، شوفوا ربنا بقى حكمة ربنا، لما ولاده هم اتجوزوا وخلفوا، شوفوا بقى اهل بقى ولاده ظلموهم، ظلموا اولادهم اللي هم احفاد الراجل ده، زي ما ظلم هو اولاد اخته دي، وربهم يتامى واهاليهم عايشه على وش الدنيا. ربنا اقتص لهم بعد 27 سنة. هو نسي واخته نست وعيالهم نسي، تمام. طبعا المظلوم ما بينساش يعني، بس هو نسي، الظالم نسي 27 سنة. وشوف الناس قاعدة كلها تقول سبحان الله اللي عمله في فلان اتعمل في ولاده، سبحان الله ربنا سلط عليه، يعني سلط عليه ناس تانية تعمل فيه زي ما هو عمل في ناس تانية. انا شفت واحدة ست غلبانة كده بتبيع خضار في الشارع، فبنتها بتشتكي لها من زوجها وحماتها واهلها. فالست ردت عليها تلاقي جملة عجبتني قوي قوي، قالت لها حقنا هتاخدوا ناس تانية. يعني جملة عجبتني قوي، ان ربنا سبحانه وتعالى بيسلط ناس على ناس عشان تاخد حقوق ناس تانية. ها، انت غلبان مش قادر تاخد حقك، بس ربنا بيبعت لك ناس تاخد لك حقك، وانت قاعد تتفرج سبحان الله بدون اي مجهود منك. فانت ما تحاولش دايما ترد الظلم بالظلم، ما تحاولش تاخد حقك. انت اترك الامر اللي طالما انت مالكش حيلة، مالكش حيلة، اترك الامر لله سبحانه وتعالى، هو هياخد لك حقك. وصدقوني انا بقول لكم كلام انا شفته بعينيا، انا شفته انا مش بقول كلام ان انا مثلا، انا شفت كل ده بعينيا. ربنا ما بينساش يا جماعه، انت تنسى وانا انسى، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما ينساش. ودعوه المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. ربنا يا رب ما يجعلنا ظالمين ابدا يا رب العالمين.